أوقفت الشرطة الفرنسية مدافع نيس الجزائري يوسف عطال على سبيل الاحتياط بعد اتهامه بالدفاع عن الإرهاب بسبب مقطع فيديو نشره حول حرب غزة حسب ما علمت وكالة فرانس بريس من المدعي العام في نيس، مؤكدا ما نشرته صحيفة نيس ماتانا. سار عطال صاحب 27 عاما إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 من أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر. كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 من الشهر الماضي، وفتح تحقيق في 16 من أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس بتهمة الدفاع عن الإرهاب والتحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين. وارتفعت الأصوات بينها رئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال الذي يظهر تعاطفه مع الفلسطينيين. وجاء في اعتذار عطال علم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص ولم يكن ذلك في نيته واعتذر عن ذلك، مضيفا أنه يريد توضيح وجهة نظري من دون أي غموض. أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم وأنا أدعم جميع الضحايا. وتعرض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما.